إيهاب توفيق كلنا نعرفه مطرب، بس احنا عملنا فيه مقلب زمان في بداياته وجبناه معانا في حلقة من حلقات شباب في شباب، وقلنا له ايه رأيك تقدم فقرة انت من فقرات المسابقات اللي بنعملها في البرنامج، وطلعناه مذيع يقدم فقرة. ايه رأيكم ما تيجي نسمع الفقرة ونشوف إيهاب توفيق قام بدور المذيع كويس ولا لأ؟ في شباب في شباب. يا شباب شباب إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. شباب في شباب، لقاء أسبوعي. محمد شهاب الدين، الإعداد عبد الفتاح حسن وأحمد حسن، التقديم عديلة بشارة، الإخراج. فكروا حذروا يلا يا أحباب، فكروا حذروا يلا يا أحباب، يا شباب نص العزيز، علم ومعرفة ومواهب زين، يا شباب نص العزيز، علم ومعرفة ومواهب زين، حبة نعنشة يلا يا شباب بينا نتسابق بالألعاب، حبة نعنشة يلا يا شباب بينا نتسابق بالألعاب، يا شباب في شباب وربيع في ربيع، يلا يا أحباب خبطوا على الباب. أيها الأصدقاء، مع فقرة أخرى من فقرات المسابقات. الحقيقة اللي هيقدم هذه الفقرة مش أنا ومش مذيع خالص، هو الفنان إيهاب توفيق. بنحييه كلنا. شكرا. الفنان إيهاب توفيق، النهاردة هنحطك في امتحان صعب شوية، انك يعني هتتقمص شخصية المذيع وهتقدم الفقرة اللي هي بعنوان فكر بسرعة. هتقدم الفقرة حضرتك، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يسترها معانا. مساء الخير سيداتي انساتي سادتي، بنحييكم من النادي الاهلي، وبنقدم الفقرة التالية بعنوان فكر بسرعة. عايزين 2 متسابقين من معانا هنا، اتفضلوا قدموا نفسكم. الاسم رامي الجوهري. ياسر عادل. الفقرة دي هنذكر عدة أسئلة، والمطلوب منكم الأسرع في الإجابة هو اللي هيفوز بالجائزة. متفقين؟ السؤال الأول: لم يمهل القدر عبد الحليم حافظ أن يغني أغنيتين، فما هما؟ من غير ليه؟ ها؟ إيه تاني؟ ومن تكون؟ لا ده غناها. استنى أقول لسعد. قول. من غير ليه وأحلى طريق في دنيتي، دي غنتها فايزة أحمد بعد كده. يبقى هنا نعتبر نص الإجابة صح؟ السؤال الثاني: نهاد حداد هو الاسم الحقيقي لمطربة عربية مشهورة، من هي؟ صباح. فيروز صح؟ يبقى ليك هنا إجابة كاملة من ناحية تانية نص. كم عدد درجات السلم الموسيقي؟ 6. 7. يبقى عندك إجابتين صح؟ ونص. ربنا يسهل ويشد حيلك معانا. من هي مطربة أسمر ملك روحي؟ أسمعان؟ لا، مش أسمعان. إجابة خاطئة أيضا. منيرة المهدية. أيوة كده صح. هي جت معاك كده يعني. من هو ملحن أغنية الورد جميل؟ زكريا أحمد كويس. بس الإجابة جاية من تحت، بس في تدبيسة تانية بقى، إنك هتغني لنا حتة منها. أغنية الورد جميل. قرب من الميكروفون شوية لو سمحت. خلاص عشان نغني بقى. الورد جميل الورد. بنحييه كلنا على المجهود الجميل ده بتاعه. طب في سؤال فني بقى شوية كده في حسابات الأيام وكده. المطرب الراحل محمد عبد المطلب غنى أغنية قال فيها
السبت فات والحد فات وبعد بكرة يوم الثلاث. السؤال بقى، إذا كان السبت فات والحد فات فهو كان بيغني الأغنية دي إمتى؟ لا طبعا أكيد مش الأربعاء، أنت كده خبطت جامد خالص. الجمعة. الاثنين. لا السبت فات والحد فات، يبقى بعد بكرة الثلاث، يبقى إمتى بقى؟ الساعة كام؟ في الميكروفون. يغنيها لحد آخر النهار. الساعة كام بقى؟ الساعة 12 صح كده؟ بنحييك كفاية عليك كده. بنشكركم قول اسمك تاني؟ رامي الجوهري. بنحيي رامي جوهري، فاز بجائزة المسابقة دي. اتفضل معانا هنا. رامي فاز بجائزة هذه الفقرة قيمتها 40 جنيه. المقدمة والنهاية. بهاء جاهين. الكلمات. علاء صلاح الدين. الألحان. ماجد عرابي. التوزيع الموسيقي. علاء عبد الخالق. الغناء. مين فاز بالجايزة الأولى؟ مين فاز بالجايزة الثانية؟ مين فاز بالجايزة الأولى؟ مين فاز بالجايزة الثانية؟ كلنا فايزين، كلنا فايزين، متسابقين ومستمعين علشان الجايزة الحقيقية هي المعلومة، هي الأغنية، هي الفرفشة، وهي التسلية، هي التفكير، وهي التفانين. ونتقابل في الحلقة الجاية، نتقابل في الحلقة الجاية، وجميعا طيبين طيبين.